فاللهم يا رب افتح على قلوبنا برؤيتك في كل أقدارك، وأذن لنا بالرضا عن كل أفعالك، وابعثنا يوم القيامة في زمرة المقربين من عبادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واتم حال ان شاء الله. جايه النهارده معاكم بفيديو روتين قوي جدا، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طريقة الباتيه دي يا بنات موجودة على قناة زهراء بغليم، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف لو انت حابة تجربي المخبوزات دي. ب4 كوبايات من الدقيق عملنا الكمية دي ما شاء الله. عملنا ميكس بين الجبنة وعملنا بالشوكولاتة. بصراحة حلوة جدا ومناسبة جدا للأولاد. بمناسبة بداية الدراسة بقى تكون حلوة جدا للأولاد، ياخدوها معاه في اللانش بوكس ويفطروا بيها كده. وكمان يا بنات عاملاها من غير لبن ومن غير زبادي. هسيب لكم الوصفة بالظبط وهسيب لكم اللينك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناة زهراء ابو غنيم تشتركي فيها، ولو انت دلوقتي موجودة معايا في قناة خديجة لأدوات المطبخ ولسه ما اشتركتيش فيها، اتمنى انك تشرفيني فيها وتضغطي على كلمة اشتراك وتختاري كلمة الكل. انا بدأت يومي كده معاكم بالروتين، عملت كوبايه شاي وفطرت كده من واحده من الباتيه بالجبنه وواحده كرواسون بالشوكولاته. وبعد بقى كنت مصوره معاكم المشتريات دي. على فكره الفيديو ده متصور بقاله فتره، ممكن اسبوع او 10 ايام. يعني نزلت معاكم المشتريات دي كلها بالاسعار، فحبيت بقى ان انا ارجع كل حاجه مكانها. انا كنت مصوره فيديو المشتريات ده الصبح، لان دايما لما بجيب المشتريات بكون بالليل، ما بقدرش ان انا خالص اصور بالليل ولا اعمل اي حاجه خالص بالليل. انا شخصيه من الناس اللي تحب تعمل كل حاجه الصبح بدري، علشان بالليل ده من اول ما المغرب يأذن او العشاء خلاص بقى ما عادش تعمل اي حاجه خالص. بدأت بقى كده ارجع كل حاجه مكانها. خد بالكم كل حاجه بالاسعار. ارجعوا للفيديو اللي قبل ده اللي هو فيديو المشتريات، عشان برضه تاخدي بالك لو انت حابه تشتري حاجه تسالي عليها في كذا مكان، لان بصراحه الفرق بقى شتات خالص. يعني ان زي ما قلت لكم في الفيديو، الطبق الدوار بتاع الكيك ده انا جايباه ب 38 جنيه او ب 40 جنيه. سألت عليه في مكان تاني ب 100 جنيه. هو نفسه، ما فيش اختلاف. قلت جايز اختلاف في الماتيريال او اي حاجه، ما فيش اختلاف في اي حاجه ونفس الشركه. كنت شاريه بقى المناديل دي، انا بصراحه جايباها من المحل عندي، يعني احنا بنبيعها في المحل، فكانت خلصانه عندي. فقلت بقى اما امسح بقى الجزء ده. المناديل دايما بحطها في الجزء اللي بيبقى قريب من البوتاجاز جنب التوابل وجنب الزيت والخل. الجزء ده كده بيكون جنب بعضه عندي في جنب البوتاجاز. انا بقول لكم يا بنات الفيديو ده متصور بقاله فتره، بس للاسف ما كنتش قادره ان انا اعمل عليه مونتاج. ليه؟ كويس ان انا في الفتره دي كنت جبت المشتريات، لان الاولاد عندي الاتنين تعبوا وخدوا اللي هو الدور اللي ماشي في الجو ده اللي هو الالتهاب الفيروسي او المتحور. فبصراحه بقى كان يعني الفيديو متصور وكل حاجه، وجبت المشتريات وبقى قعدت في البيت ما عملتش اي حاجه خالص. فناخد بالنا بقى، لان الدور ده يا عيني الاولاد بياخدوه بيكونوا يعني في الضياع خالص. ونتجنب بقى لو في اطفال تانية في البيت نبعد عنهم. انا كانوا محمد وخديجه الاتنين كانوا واخدينه، ومع ذلك محمد تعب وخديجه اتعدت منه. ولما رحت كشفت تاني على خديجه الدكتور قال لي الولد الاتنين كل واحد ياكل في طبق لوحده، فانا طبيعي باكل كل واحد في طبق لوحده. قال لي كل واحد في مكان كمان لوحده، على الرغم ان هو نفس الاعراض، اللي هو السخونيه، اللي مهما تدي البوس، مهما تدي دواء شراب، مهما تاخدوا حقن، هو السخونيه بتستمر من 3 ل5 ايام. بتاخدي الخافض بينزل ساعتين او 3 ساعات او بالكتير اوي لو انت واخده حقنه 5 ساعات وبترجع تاني. بس ناخد بالنا على اولادنا. وكمان زي ما قلت لكم ان هو معدي، لان انا كمان كنت بدات ان انا اخد الدور منهم. بس انا بقى ايه، الدكتور كان قال لي لفت نظري ان انا هاخد كده الدور منهم، لان قلت له انا قاعده كده 4 أو 5 ايام ما بتحركش من على السرير جنبهم. ما بياكلوش خالص. يا دوبك هو بق الميه اللي هيشربوه، مش راضيين ياكلوا ولا يشربوا ولا ياخدوا اي حاجه يشربوا، بس يا دوبك هو بق ميه. وكنت اعمل لهم اليانسون يشربوا الكوبايه كده اللي هو بتطلع روح. بقى الاولاد لما بتكون تعبانه بتكون احنا الامهات احنا اللي بنكون تعبانين مش هم خالص. انا كنت بقى في اليوم ده قررت ان انا انفض الاوضه دي علشان ان احنا نقعد فيها. يعني الاوضه دي اوضه الاطفال، فنقعد فيها كل واحد، مثلا محمد ينام على سرير وخديجه تكون على سرير كده.
اليوم ده بقى تعبوا يومها العصر. للاسف بقى اتجمعنا كلنا في مكان واحد تاني، ما بيحبوش يناموا الا معايا، بس انا عايزه ان انا امنعهم او كل واحد ينام في اوضه لوحده، بس هم مش راضيين خالص. زي ما انتوا بقى شايفين معايا كده، كنت فتحت بقى الشباك وهويت الاوضه وشلت الملايات. آه، الملايات نظيفه، محدش بيقعد عليها ولا حاجه، بس طبعا فيها نسبه تراب لان الاوضه دي احنا مش قاعدين فيها. فقلت بقى انفضها كده تنفيضه كويسه وجبت كده اللي هو الجنرال ده حلو جدا، زي ما قلت لكم قبل كده انا جايباه من زمان على فكره يا بنات. المنظفات دي اما نحب نجيب حاجه غاليه ما نسميهاش غاليه خالص، سواء هو او كلوريكس 5 في 1 او اي مسحوق، اسفه اي منظفات بتقعد معانا بالشهور، وممكن لو انت ما بتستعملهاش كتير تقعد معاكي كمان سنه. ده في حالة ده لو انت زي كده ما انتش قاعدة في الشقة باستمرار. لان انا بقعد شوية عندنا في الشقة وشوية عند مامتي. فعلشان كده المنظفات طولت معايا شوية، لكن لو انتوا مستمرية في شقتك يعني هتجيبوا المنظف ب40 او ب50 جنيه في الوقت الحالي، بس هيقعد معاكي 6 شهور. بيقضي يعني. وانا بقتنع بالحاجات اللي بتبقى ماركة شوية في المنظفات، خصوصا اللي هنحطها على الحيطان، لان الحاجات اللي بتبقى اللي هي بالكيلو دي او مش السايبة ممكن تأثر شوية، تعمل الحيطة مثلا تديلها تفتح اللون، تدي بقع شوية، فاهمين؟ لكن الجنرال ده انا بستعمله في الارضيات وبستعمله كمان في الحوائط، حلو جدا. انا كنت في التوقيت ده بقى شغلت الغسالة، وحطيت فيها الغسيل اللي هو الملايات، وكان فيه كمان دورين كده للاولاد. كنت بقى غسلتهم بقى، بس مصورتهمش معاكم. بس احلى حاجه طالما احنا هنشيل مفارش السرير نقوم على طول نشغل الغساله، ساعتها ما بنحسش اساسا ان في كعبله كده في البيت، لان مسافه الغسيل ده لما يبقى مليان الملايه الوحيده بتملى سبة الغسيل، فبنكون منضفين الغرفه. وكمان اثر الجريمه بقى، ان بسميه اثر الجريمه، اللي هو خلصنا شدينا الملايه اللي مش نظيفه وحطيناها في الغسيل واتنشرت على الحبل، خلاص كده فعلا انت بتبقى حاسه بالارتياح. الروتين ده كان روتين يوم خميس. فدايما بحب ان انا اعمل تغيير يوم الخميس، سواء هعمل حاجه حلوه، سواء هنضف تنظيف عامه، المهم بحيث ان انا يوم الجمعه ده ما يبقاش ورايا في اي حاجه، الحاجات خفيفه جدا. وبنسبه كبيره بيكون يوم الجمعه عندي اكل من يوم اللي قبله، بس كان عندنا بقى اكل يوم الاربع ليوم الخميس. فعشان في اليوم ده انا ما حضرتش معاكم الغدا، لان كان عندي غدا من يوم اللي قبله، كان في بقى محشي، كانت ماما عامله محشي وبعتلي محشي، فاتغدينا بقى منه. كلوا من هنا بقى وتعبوا من هنا. كانت الشمس طالعه والجو كان جميل، فحطيت المخدات كده بعد ما حطيت لها الكسوه بتاعتها، فتحت بقى كده الشمس تدخل عليها واما اتشمست شويه حسبتها حوالي ساعه، نص ساعه على الجنب ده ونص ساعه على الجنب التاني. كانت الغساله خلصت، نشرت كده الهدوم. بمناسبة بقى يا بنات، احنا في استعدادنا للمدارس دايما يوم الخميس لازم يكون مميز. انا دايما لاحظتها كتير بتفرق في نفسيتنا احنا كستات بيوت ونفسية الاولاد برضو، ان يوم طول الاسبوع بيكون في دروس، بيكون الاولاد بقى تحسي ان يوم الخميس ده عندهم زي يوم الوقفة كده، ويجي بالليل بيبقى يوم العيد، ان هو تاني يوم بقى مفيش واجبات، مفيش درس، مفيش اجازة بقى، ببقوا حابين ان هم يحسوا بالتغيير. ده بقى الأوضة بعد ما انا فرشتها بالطقم ده. أنا على فكرة نفسي اغير جدا الحيطان، اعملها لون اوف وايت اللي هي درجة الفانيليا لاتيه، بس بقى مش هينفع دلوقتي خالص لان اولادي لسه صغيرين، فبالنسبة لهم الأوضة دي كده مناسبة، وانا كمان مش هقدر ان انا اجددها. بس فيما بعد في المستقبل بقى لما الاولاد يكبروا طبعا هتكون الملايات اللي مرسوم عليها اطفال دي او كرتون اتبهدلت بقى، فاجيب لهم بقى ايه اللي هي الملايات اللي بتبقى طالعه شبابي، يعني تكون هاديه، عليها ورد، عليها فراش، عليها حاجات هاديه كده، بس هي الاوضه كشكل كده عاطيه ان هي اطفالي خالص. انا بحب جدا طقم الملايات ده وطقم المجد، لان بصراحه بيكون خامته حلوه جدا وما بيحررش خالص، وبيكون في استك من الجوانب مثبت في الملايه، فمهما الاولاد يتنططوا على الملايه ما بيبهدلهمش. برضو المعطر ده كنت جايباه ب30 جنيه، اللي هو فريدة بريحة العود، فظيع فظيع فظيع. دايما عايزة المعطر يثبت معاكي
تقفلي ما تبقاش فاتحه الشباك ولا اي منفذ للتهويه، تقفلي وبعدين تبخ، وبعدين تقومي قافله الباب بقى وتسيبها ربع ساعه وتيجي تفتحي. لو انت فضلت فاتحه الباب بعدها على طول، كل ما تيجي تخشي الاوضه تشم ريحه. وكمان تبخي على مثلا السجاد، لو انت حاطه السجاد في الارض، بس عشان احنا في الحر الغرفه دي الوحيده اللي في الشقه كلها اللي ما فيهاش مش فرشه فيها سجاد، لكن كل شقه عندي مفروشه يعني. اليوم بقى الجزء ده متصور في اليوم اللي قبله، كان يوم الاربعاء. بصراحه كنت عامله اللي هو فطيره احمد امين، كان عندي الجلاش، كنت جايبه ربطه الجلاش ديت من السوق بكام، ب15 جنيه او ب12 ونص، دي ربطه نص كيلو. فانا دايما بحب اعمل الكريمه، بحسها اقتصاديه شويه، وكمان ما عنديش اللي هو اللبن، فعملت بلبن بودره، حطيت معلقتين من الكسر، كوبايتين من الميه، و3 معالق كبار كده من اللبن البودر، واحط كمان معلقتين من الكريمه. الكريمه دي انا كنت جايباها من مكان تاني غير اللي هو العمريتي، فبصراحه ما كانتش حلوه قوي، فكنت انا بستعملها بقى للحاجات اللي زي دي، بستعملها في المهلبيه او الكريمه الكدابه. هقلب كده بقى كل المكونات على بعض، واحط كمان، ما حطيتش بتهيألي سكر لان ما كانش مستدعي ان انا احط سكر، لان هنا الجلاش ده اما يتعمل ويخرج من الفرن هنسقيه بالسيرم، فمش محتاج خالص. هي عشان انا ما بحبش اعمل الحاجه مسكره بزياده. بعد ما قلبتها رفعتها على النار وبقت بالقوام ده. ممكن طبعا لو انت ما عندكيش كاستر تحطي نشا بس انا حبيت ان انا احط كاستر، بيدي برضو طعم طعم كويس، ما بيفرقش خالص انك عاملاه بلبن بودره. لبن بودره بيكون على فكره في طعم الحاجات دي غني، وكمان طعمه كده بيكون خفيف، ما بيبقاش دسم وتقيل قوي، لان الفطير والكلام ده بيكون عايز الحاجه خفيفه. طبعا بقى اللي احنا بنجيبه من احمد امين او من ايا كان من بره، يعني انا عشان من المنصوره فمعروف عندنا جدا احمد امين. حتى طلع بعد كده اللي هي فطيره ستو ولا ستو كريمه، هي في الاساس معروفه ان هي فطيره احمد امين، بتتعمل ما بتتعملش ما بتبقاش متجوده واخده اصلها كده زي اللي احنا بنعملها في البيت. انا هنا بقى معلقه من السمنه ومعلقه من الزبده كده، سيحتهم 30 ثانيه، دخلتهم الميكروويف. وبعد كده بقى بدات ان انا احط طبقه، وبين كل طبقه والتانيه امسحها كده من السمنه او الزبده كويس. انا اول فطيره عملتها 3 طبقات، فبصراحه طلعت تخينه شويه. اللي بتعملها طبقتين بتكون كويسه، وما يهمكيش لو اتقطع منك، مفيش مشكله خالص يعني، عادي كله بيتدارى. انا عملتها معاكم قبل كده في القناه، بس اول ما فتحت القناه من زمان، لان هي معروفه عندنا يعني الدقهليه كلها عارفه اللي هي فطيره احمد امين. فانا عملتها بدون بقى اي افتكاسات، ولا حطيت عليها اي حاجه غير اني بدلت النشا بالكاستر. النص كيلو هيعمل معايا حوالي 5 أو 6 فطيرات. الفطيره الواحده بتجيبيها دلوقتي ب10 جنيه، لكن شوفوا بقى انت الكميه اللي انا عاملاها ديت، يعني هنيجي نحسب الكميه مش ما تذكرش يعني. لكن احنا متعودين دايما لما ننزل نشتري بقى اي حاجه، مثلا حاجه المدارس بنشتريها من المنصوره، لازم نحول على احمد امين، لا اما ناكل الايس كريم لا اما نجيب منه الفطيره. بس دايما ماما كانت معودنا ان هي تجيبها لنا، وكمان دايما كانت تعملها لنا واحنا صغيرين. انا هنا بقى جبته في النص كده، نص ورقه من الجلاش، وهحط دي بقى اللي انا هحط عليها الكريمه. شايفين الكريمه ما هياش متماسكه خالص، انا ما بحبهاش متماسكه، تحسها ان هي بتشدي كده، لا هي دي القوام بتاعها المظبوط. وهمسح كده عليها مسحه من الزبده او السمنه. انا بصراحه عاملاها بسمنه بلدي، معلقه سمنه بلدي ومكعب من الزبده، الاتنين سيحتهم ادوله بقى طعم بصراحه فظيع. ممكن طبعا لو انت مش عايزه تحشيها الكريمه تحشيها اللي هو مكسرات، اللي هو جوز الهند وزبيب وفول سوداني، اي حاجه عندك تقدر ان انت تعمليها عادي. طبقتها بقى في الاتجاهين كده، وبرضو همسح مسحه كده من الماده الدهنيه، وبرضو هطبق الجنبين، هتبقى كده تدينا الشكل بتاع الفطيره بالظبط. بقول لكم بقى في القناه التانية ان شاء الله هنزل فيها الوصفات الفتره الجايه اللي هي تخص المدارس، من استعدادات المدارس بقى اللي هي
المعجنات او المخبوزات دي بتكون شيء اساسي على فكرة. انا دلوقتي خديجة في الحضانة، فطبعا بتروح مفيش اجازات، احنا بادئين يعني الاجازات الحضانة ما بتاخدش اجازات. فاليوم اللي مبيبقاش فيه معجنات حتى ولو قطعتين من الكرواسون او حتى القرص الطريه، اي حاجه مش موجوده في الفريزر هي معلش بترضى ان هي تاخد الا الحاجات دي. بتكون اصلا اما بتكون انت حاطاها مع ابنك او بنتك في اللانش بوكس، بتكون انت مطمنه الحاجه انت عاملاها انت في البيت. فان شاء الله هنزل لكم الوصفات معظمها ان شاء الله نظرا للظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها هتكون برضو هي اقتصاديه، وكمان هتدي معانا كميه وهتكون انضف واوفر واحسن من بره، وهنتشجع مع بعض. وفي خلال برضو السنة الدراسية واحنا بنصور مع بعض الروتينات هنحدد يوم نعمل فيه معجنات ونحتفظ بيها في الفريزر، علشان يبقى طول الاسبوع بقى نطلع كده الصبح ونسخن او نسيبها تفك براحتها. لو انت ما عندكيش الميكرويف على فكرة عادي جدا تسيبيها، بس على ما اول ما تصحي تطلعيها، على ما تصحي الاولاد وتحضر لهم هدومهم والكلام ده، هتكون فكت وهتبقى زي اللي طالعه لسه من الفرن. ممكن تسخنها في طاسه على البوتاجاز مفيش اي مشكله، بحيث ان احنا هنتعب يوم اللي هو في يوم مثلا السبت، لان الاولاد هتبدا المدارس الحد، وطول الاسبوع بقى نكون احنا مرتاحين من ناحيه اللانش بوكس خالص. كمان نحضر وصفات اقتصاديه زي وليكن البرجر الاقتصادي او كفته او اي حاجه او شاورما، بحيث اما الاولاد تيجي من المدرسه كل لسه احنا ما حضرناش الغداء طالبين سندوتش او كده او نازلين الدرس وجعانين، نقدر ان احنا نديهولهم ونكون برضو يعني حاسين ان احنا بنديلهم حاجه مفيده، مش بنديلهم بقى حاجه كده اي حاجه والسلام. دي الكميه اللي طلعت معايا 6 فطيرات بالنص كيلو. هنا بقى السيرب جاهز معايا على طول في التلاجة، فيادوبك كده حطيت شويه ما كترتش قوي برضو، لان زي ما قلت لكم هو نوع حلو بس في نفس الوقت مش عايزه يكون سكره زياده. ممكن بقى تعملي كريم شانتيه وتحطي وتزينيه عليه، تحطي نوتيلا، انا هزينه دلوقتي معاكم بالنوتيلا. وممكن تحطي اسهل حاجه لو انت ما عندكيش السيرب اصلا، تحطي المعلقتين السكر في الاساس في الكريمه، وتيجي على الوش كده بدل ما تحطي السيرب هتحطي معلقتين من السكر البودر وترشرشيهم كده عليه، وبصراحه هتخلق احلى فطير. احمد امين ما بقتنعش بحته ست كريمه دي خالص، حاساها طالعه افتكاسه ملهاش قطر اللازمه. الحاجه دايما نحتفظ بيها بزي ما كانت طالعه في الاول، خصوصا في الاسماء. دلوقتي على كل محل بيطلع الحاجه بالاسم اللي هو عاوزه. اخر حاجه سمعتها في مطعم في المنصوره طلع الكريبات، كل كريب باسم اكتر، يعني مثلا 5 بنات او حاجه بيروحوا بيترددوا كتير على المطعم ده، فطلع 5 كريبات كل دلع اميره مش عارفه ايه فاطمه. فاهمين الحاجات دي؟ لا بصراحه ما بحبش انا كده حاجه نسميها على اسمها، زي فاهيتا شاورما زنجر، نحتفظ بالحاجه زي ما هي. انا هنا بقى بدات اللي انا ارصه، فحسيت ان ايه الصينيه كده الاطباق ديت شكلها مش لطيف معايا، فقمت هرصاهم في الصينيه التانية. يلا بقى قومي كده لو انت قاعده لسه وافتكرت انك عندك نص جلاش كده في الفرن، عملت من الجلاش معاكم برضو، ارجعوا للقناه قناه خديجه دي عليها والله شويه فيديوهات فظيعه. بعد ما تخلصوا الفيديو ده فر كده في الفيديوهات هتلاقي اللي احنا عملنا من الجلاش ده اللي هو الفطيره. بصراحه كان طعمها جميل جدا، بس ضروري ان انت تشربيها كويس من التشريبه اللي احنا كنا عاملينها، هتديكي نفس قوام الفطير لو انت حابه تاكلي فطير مشلتت ومش حابه ان انت تعمليه. ده هنا بقى زينت كده بشكل عشوائي من النوتيلا، وكانت بنتي بقى حابه بتعشق حاجه اسمها صوص الفراوله، فقالت لي هحط لي عليها صوص الفراوله، فحطيت كده بس عشان هو ما كانش في التلاجة، كان بره بحطاه في المنظم بره التلاجة، فتحس ان هو خفيف مش محتفظ بقوامه كده، نظرا لان الجو بصراحه حر جدا. تعرفوش قد ايه احنا كستات بيوت اما ننظف الحاجه تنظيف عميق، او اما نعمل للاولاد حاجه حلوه يكونوا مبسوطين ويقول لك تسلم ايدك يا ماما، احنا بنبقى مبسوطين بيها جدا. بتبقى انت عايزه تعملوه من الاحسن والاحسن. انا جبت هنا بقى الفطيره بتاعتي كده وبدوقها معاكم، شايفين هشه، وكمان ما كانتش مقرمشه قوي لان الاولاد ما بتحبش عند الحاجه المقرمشه قوي، فكنت مغطياها، هي مقرمشه وفي نفس الوقت طريه ما بتتكسرش قوي. شايفين بقى؟ اتفضلوا معايا الفطير، وكده الفيديو يكون خلص معاكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه دي والقناه التانية، ومع الف مليون سلامه.